عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم عالم رضوان وسلمى. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم الدجاج كينطاكي بواحد الطريقه اللي سهله وجديده وطيب مزيان وهشيش. طريقه زوينه وما كيجيش شارب الزيت بالمره. هانتوما كما كتشوفوا معايا في الصور، فبقاو معايا باش نشوفوا الوصفه وطريقه التحضير. فاول حاجه غادي ناخذ ان بول اللي غادي نرقدوا فيها الدجاج. فمن بعد ما خدينا الدجاج وغسلناه كما كتعرفوا ضروري اننا نغسلوه بالملحه والحامض هكا باش نحيدوا منه ديك الزفوريه. فقطعتو هكا لطريفات، واخا يكونوا عندكم جنيوحات وهذا ما تخافوش، انا قطعتهم كما كتشوفوا مطروفه راهم كبار وغلاط، ما تخافوش غادي يطيبوا غادي يجيو يا سلام. اول حاجه غادي نعصروا واحد نص حامضه. هانتوما كما كتشوفوا راني حيدت ليها العصفه ديالها، عصرتها عليهم. غادي نضيفوا واحد معلقه كبيره ديال بودره الثوم. الا ما توفرش عندكم بودره ديال الثوم تقدروا تحكوا واحد 3 ديال الفصوصه تقريبا. غادي نضيفوا معلقه كبيره ديال لا كريم ديال الطبخ، وغادي نضيفوا معلقه كبيره ديال الصوص صويا. غادي نضيفوا كذلك الملح حسب الذوق، ومعلقه صغيره ديال السكينجبير. فمن بعد ما غادي نخلط هاد المكونات جيدا هانتوما كتشوفوا، غادي نغطيهم ونخليهم تقريبا من ربع ساعه حتى لنص ساعه. وهما كل ما خليتو الدجاج كتر يعني راه كيجي واعر بزاف. المهم غادي نغطيوه بالسلوفان وغادي نخليوه على جنب ولا ندخلوه للثلاجه حتى يرتاح. هنا من بعد ما دازت واحد نص ساعه، انا ما خليتوش بزاف صراحه، كنت مزروبه عليه. فغادي ناخذ الكوكوط وغادي نوضع فيها هاد الدجاج ديالي بحال هاد الشكل، وغادي نزيد ليه تقريبا واحد الكاس كبير ديال الماء. هانتوما كتشوفوا ما زدتش بزاف ديال الماء، واحد الكاس كبير بالضبط. وغادي نضيف واحد وريقه ديال سيدنا موسى، وغادي نسد على الكوكوط تقريبا واحد 10 ديال الدقائق. 10 ديال الدقائق. وضفت كذلك واحد فصوص ديال الثومه جوج، وغادي نسد عليه 10 ديال الدقائق بالحساب. هانتوما كما كتشوفوا معايا من بعد ما دازت واحد 10 دقائق، شوفوا الدجاج راه طاب. دابا غادي ندوزو باش غادي نكملوا الوصفه ديالنا. غادي ناخذ واحد زلافه نوضع فيها لا شابور، عندنا الدقيق الابيض وبيضه. هاد البيضه هذه غندير فيها واحد الفريع ديال الثومه باش يحيد لي ديك الزفوريه ديال البيض، وغادي نوضع فيها الملحه وغادي نخلطها جيدا هكا غادي تكون واجده. دابا غادي ناخذ طريف ديال الدجاج، غادي نوضعو اول حاجه في الدقيق الابيض، ثم غادي نوضعو في البيض، ثم غنوضعو في لا شابور. المهم راه كلشي موضح في الفيديو، شاهدوا الفيديو للاخر.
من بعد ما كملت الكميه اللي عندي ديال الدجاج كامله، غادي نكون ديجا وضعت الزيت باش يسخن. ضروري ما يكون الزيت سخون البنات، هكا باش ما يشربوش لينا الزيت. وغادي نوضع الدجاج ونخليه يتحمر من الجوايه بجوج، وهكا غتكون وصفتنا وجدات. فبقاو معايا باش تشوفوا الشكل النهائي ديالو. هذا هو الشكل النهائي ديال الوصفه ديالنا. نتمنى انهم ينالوا اعجابكم. هانتوما كما كتشوفوا معايا كيجيو مقرمشين وطيبين من الداخل، طريين لذاذين بزاف. انا شخصيا كنحماق عليهم وكنطيبهم دائما، فهم معتمدين عندنا. هكا نبدلوا شويه الدجاج، ما بقاوش غير طويجنات. وما تنسوش تدعموني وتشجعوني في التعاليق ولي لايك والاشتراك. الناس الجداد مرحبا بكم، وضغطوا على زر الجرس باش هكا يبقى يوصلكم دائما الجديد. وشكرا على المشاهدة، وتسنوني في فيديو قادم ان شاء الله، ورمضان كريم.